الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه القناة فعلا اسمها قناة الحياة، هي تبث من قبرص. هذا القس اسمه زكريا. طلبوا السي في بتاعتي وبعت لهم السي في بتاعتي، قلت لهم انا اتحداكم وعندي استعداد اجي لكم على نفقاتي الخاصة. اتحداهم ان هم يقبلوا اني اتكلم معاهم واروح لهم وتحصل مناظرة معاهم. في مش عارف اسمه البابا ايه، حاجة كده يعني، تمام. فبيتكلموا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة خاطئة وبأسلوب غلط، تمام. وبيتكلموا عن ستنا خديجة بأسلوب لا يصلح ولا يحق ليهم ان هم يتكلموا بأسلوب زي دوت، تمام. نعم. فسعادتك وجايبين واحدة اللي بتذيع على اساس انها مرتدة. نعم. وطبعا واحد داخل بيتكلم على اساس ان هو متصل ومش متصل، وانا كنت مسلم ومش عارف ربنا هداني، الرب هداه وربنا ياخده بامر الله يعني. فيعني الاسلوب دوت حاجة غلط، وازاي يسمحوا له بحاجة زي دي؟ والمفروض ان الكلام ده اساسا ما يحصلش. يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن المسيحية وعن سيدنا عيسى بنتكلم بكل ادب وبكل احترام وباسلوب مهذب، وبنتكلم عن الاخوة المسيحيين بكل احترام وبكل ادب. ولكن لما يطلع منهم واحد يسمى او يدعى بالنسبة ليهم قدادس بابا ليهم ولا بابا مش عارف ايه ليهم، لما يتكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بادب. لان اقسم بالله انا كنت قاعد بسمعه وكان هاين عليا في لحظة اني امسك تلفزيوني اكسره، بس ما فيش بايدي حيلة وما فيش بايدي اي وسيلة اقدر اوصل له اللي هو اردعه بيها. وفي نفس الوقت للاسف ان انا مش فقيه بدرجة اني اتصل بيه واكلمه واقول له يا بني ادم يا جاهل، لما تتكلم عن حضرة النبي تتكلم بادب، تتكلم بحسنى، ماشي. وفي نفس الوقت حضرتك بيدعو وبيقول لك انا محتاج حد من المسلمين يراجعني في اللي انا بقوله، انا محتاج حد يقول لي انت غلط. هو غلط من فوق لتحت غلط. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. شكر الله لك أخي الكريم على حماسك وعلى غيرتك الشديدة. هذه القناة فعلا اسمها قناة الحياة، وهي تبث من قبرص. وهذا القس اسمه زكريا بطرس، وهو قس تابع للكنيسة المصرية للأسف الشديد. وحقيقة يعني أنا شخصيا أرسلت إليهم أن أنا عندي استعداد أن أنا أرد عليهم، وطلبوا السي في بتاعتي وبعت لهم السي في بتاعتي. وللأسف الشديد اتصلوا أو بعتوا لي إيميل بيقولوا إذا كنت عاوز ترد فردنا بحاجة مكتوبة. قلت لهم أنا أتحداكم وعندي استعداد أجي لكم على نفقاتي الخاصة، لكن للأسف الشديد طبعا لابد أن يرفضوا هذا الأمر. أنا شخصيا يعني بأهيب وكل المسؤولين يعلموا أمر هذه القناة، وأنا لا أدري يعني لماذا لا تتخذ السلطات المصرية خطوة بشأن هذا القس المصري زكريا بطرس. لماذا لا تتدخل الحكومة المصرية في هذا الأمر؟ لماذا لا تتحرك الكنيسة المصرية لهذا الأمر؟ أنا شخصيا علامات استفهام كتيرة جدا موجودة على هذا الموضوع. وكل اللي أقدر أقوله إن إحنا ما نتفرجش على هذه القناة، وده طبعا طلب سلبي جدا، لكن هم بيقولوا شوية خرافات وكلام فارغ. وأتحداهم إن هم يقبلوا إني أتكلم معاهم تحصل مناظرة معاهم، ولا الحمد لله الحمد لله السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.